الكرة المغربية تعيش أيامها السعيدة، والتي لا تأتي منفردة. لقجع يسقط راوراوه بالضربة القاضية، وانسحاب ملاوي من تصفيات الكأن، وتدخل المغرب ماليا لدعم هذا البلد كي يواصل مغامرة التصفيات. آخر الهدايا من صديقنا إنفانتينو المدافع عن المغرب لاحتضان مونديال 2026، والذي أصدر اليوم بيانا شديد اللهجة أقر بموجبه منع منتخب مالي من كل المسابقات التي ترعاها الفيفا بسبب تدخل الحكومة في أنشطة الاتحادات الكروية. قرار يعني خروج منتخب مالي من تصفيات المونديال، وسحب الفوز الذي حققه منتخب كوت ديفوار على حساب منتخب مالي، ليصبح ترتيب المجموعة كما يلي: في الترتيب الأول المغرب بنقطتين، في الترتيب الثاني الجابون بنقطة واحدة، وفي الترتيب الثالث كوت ديفوار بنقطة واحدة. الحسابات تغيرت وتبدلت، ولنا عودة لبقية الموضوع بتفاصيله، لأن موضوع التأهل أصبح بيد المغرب، الفوز على الجابون هنا، وبعدها نناقش مباراة كوت ديفوار التي لم تعد صاحبة امتياز، لأن فهود الجابون صار لهم حظ كبير بدورهم.